لو رحت عاصمة القصب والعسل الأسود هتكتشف إن فيها كنز كبير بتتكلم عن أكتر من مليار جنيه حصيلة العسل الأسود بس، غير طبعاً سعر القصب. إحنا هنا بنتكلم عن ملاوي، البلد اللي مسميينها عاصمة القصب والعسل الأسود في صعيد مصر. هنحكي لكم حكاية بلد كاملة عايشة على القصب، من الفلاح اللي بيزرع لحد العصارة اللي بتطلع العسل الأسود. هنشوف إزاي الناس بتشتغل وإيه أسرار القصب اللي خلى ملاوي مشهورة كده، والأهم من ده كله هنعرف هي إزاي إنتاجها بيعدي المليون طن سنوياً. خليكم معايا في الفيديو ده وأنا هقول لكم حكاية ملاوي، بلد السكر والعسل. ملاوي دي أكبر مركز في جنوب المنيا، يعني مساحة كبيرة وناس أكتر، بس اللي مخليها على بال الناس على طول القصب اللي طالع منها. تخيلوا كده إن البلد دي لوحدها بتطلع مليون طن قصب كل سنة، ده غير نص مليون تاني من دير مواس اللي جنبها. يعني لو جبنا كل القصب ده ورصيناه هنعمل جبل يوصل للسما. ملاوي فيها حوالي 140 عصارة عسل أسود، يعني كل ما تمشي شوية تلاقي عصارة قدامك. الريحة بتاعة العسل الأسود فايحة في كل حتة، لدرجة إن الناس بتقول إن ملاوي ريحتها حلوة على طول. الحكاية بتبدأ من الأرض، من عند مصطفى صديق، وده واحد من كبار الفلاحين في البلد. قال لجريدة الوطن إن عندهم 38 ألف فدان بيتزرع قصب، والحصاد بيبدأ من يناير لغاية أبريل، يعني 4 شهور. الناس شغالة زي النحل في 65 قرية من أصل 70 في ملاوي كلها بتزرع قصب. تخيلوا بقى المنظر، كل حتة تبص عليها تلاقي عيدان قصب. طب ليه قصب ملاوي حلو قوي كده؟ رمضان محمد فلاح تاني من البلد قال إن الأرض في ملاوي بقالها سنين طويلة بتزرع قصب، يعني اتطبعت عليه خلاص. الفلاحين بيسيبوا القصب في الأرض 5 أو 6 سنين من غير ما يشيلوه، كل ما يقطعوه بيطلع تاني، وده خلى الأرض تحفظ القصب زي ما انت كده حافظ اسمك. ومش بس كده، القصب نفسه في ملاوي مش زي أي قصب تاني، العيدان تخينة وطويلة بتوصل ل4 متر، والعصير بتاعها كتير وحلو. الفلاحين بيتعبوا عليه قوي، بيسقوه ويسمدوه طول السنة. دلوقتي بقى نيجي للجزء المهم اللي هو الفلوس. أحمد عبد الله فلاح من ملاوي قال إن تكلفة زراعة الفدان في السنة بتوصل ل20 ألف جنيه أو أكتر. بس استنى لما أقولك على الأرباح، خليني أقولك إن 5% بس من محصول القصب اللي بيتزرع في ملاوي بيستخدم في إنتاج حوالي 30 ألف طن عسل أسود، والطن الواحد بيتباع بحوالي 6000 جنيه. يعني سنويا قرى ملاوي بتدخل أكتر من مليار جنيه. متخيل؟ ده بنتكلم على 5% بس، غير القصب اللي بيستخدم في صناعة السكر، لأن الفلاحين بيبيعوا القصب لمصنع السكر في أبو قرقاص، والسعر بيتحدد على حسب جودة القصب، بس غالبا بيكون حلو. وده غير بقى اللي بيروح للعصارات عشان يعملوه عسل أسود، والعصارات دي بقى قصة تانية خالص. في قرية المنشية لوحدها في أكتر من 10 عصارات، والناس اللي شغالة فيها عندهم خبرة سنين، بيشتغلوا من نوفمبر لغاية مايو، يعني 7 شهور البلد كلها غرقانة في العسل الأسود. وهنا بقى الفلوس بتلعب لعبتها. العسل الأسود بيتباع بأسعار حلوة، والطلب عليه كبير عشان الناس بتحبه في الأكل، وفي ناس بتستخدمه في العلاج كمان. يعني اللي عنده عصارة أكيد بيكسب فلوس قد كده. بس خليني أقولك إن الشغل في القصب والعسل الأسود صعب قوي. أحمد قال إنهم بيصحوا من الفجر عشان يقطعوا القصب وينضفوه ويربطوه، وبعدين يحملوه على العربيات ويوصلوه للمصنع أو العصارات، ده غير الخوف من تقلبات الجو اللي ممكن تأثر على المحصول. ومع كل ده الناس في ملاوي بتحب شغلها، والقصب والعسل الأسود مش مجرد شغل، ده جزء من تاريخهم وثقافتهم، لدرجة إن عيد المنيا القومي مرتبط بثورة الدم والعسل، وده كان بسبب انتشار عصارات القصب في البلد. وكأن ملاوي كده بقت زي خلية نحل كبيرة، كل واحد فيها عارف شغله، من الفلاح اللي بيزرع للعامل اللي بيقطع للسواق اللي بينقل لصاحب العصارة، كلهم بيشتغلوا مع بعض عشان يطلعوا الحاجة الحلوة دي. وفي الآخر لما تسأل حد من ملاوي عن شغله هيقولك بفخر إنه بيشتغل في القصب، عشان القصب والعسل الأسود مش مجرد مصدر رزق، ده الحاجة اللي مخلية بلدهم على الخريطة وعاملة لهم اسم مصر كلها. يعني باختصار ملاوي دي بلد غرقانة في الحلاوة، من القصب للعسل الأسود، والناس فيها مهما الدنيا اتغيرت هتلاقيهم لسه متمسكين بالشغلانة دي، لأنها مش بس بتأكل عيش، دي بتحافظ على تاريخ وتراث كامل. وكل ما تشرب كوباية عصير قصب افتكر إن وراها حكاية بلد كاملة اسمها ملاوي.